السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان خطاب. عنوان هذه الحلقة: روحانيات سورة البروج ومحاربة الجن الناري. سنتحدث هنا عن هذه الطاقات النورانية الخاصة بهذه السورة المباركة. نتحدث على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو: من هو الزهر الذي يمتلك روحانيات هذه السورة المباركة؟ وما هي الطاقات النورانية الخاصة بهذه السورة؟ وكيف يتم محاربة الزهر الذي يمتلك روحانيات هذه السورة في سبح روحاني جديد بأمر الله عز وجل؟ سنتحدث عن أمور كثيرة غاية في الدقة بأمر الله عز وجل. تمام؟ طيب، هنا نتحدث عن من هو الزهر الذي يمتلك روحانيات هذه السورة المباركة. طبعا هذه السورة المباركة الذي يتم أو يمتلك روحانيات هذه السورة هو زهري محمدي في المقام الأول. زهري محمدي في المقام الأول. لماذا؟ لأنه يخدم القرآن الكريم ويخدمه روحانيات هذه الصور المباركة. أي زهري معه روحانيات من الصور المباركة وزهري محمدي في المقام الأول، لأن القرآن أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي طاقات نورانية مأخوذة من القرآن، سواء كانت طاقات سليمانية، طاقات تبع سيدنا داوود، طاقات تبع سيدنا أي نبي، سيدنا موسى عليه السلام، أي نبي خلقه الله سبحانه وتعالى معه آيات قرآنية من القرآن الكريم، هي وزهر محمدي تحت نطاق القرآن الكريم وتحت قيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب احنا قلنا هنا هو زهري محمدي وأيضا زهري نجمي. هذه الصورة المباركة هي نتحدث عن البروج. البروج موجودة في السماء وهو من أهل السماء. ما معنى كلمة من أهل السماء؟ بمعنى أصح ستحارب. أنت لديك جسد أسيري يسكن في السماء، ولديك روحانيات من السماء، سواء خيل مجنح أو تنانين أو نسور. الخيل المجنح هي جنود الله المحاربة، التنانين أيضا من الجن المحارب، والنسور هو طاقات في الكشف قوية جدا للزهري الزهري الهوائي. تمام؟ هو طبعا زهري نجمي، إنه هو منطقه ومحور مهمته وطريقة سبحه هو يوجد في السماء. فلديك جسد أسيري في السماء، معك روحانية سورة النجم، أيضا زهري محمدي وزهري محارب في المقام الأول. زهري محارب في المقام الأول. طبعا الزهر المحارب في هذا المكان هو في غاية الدقة، يعني من الأماكن القوية جدا المستهدفة. تعرفون طبعا الشياطين التي تسترق السمع، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تمام؟ فهنا في علاقة بين البروج، في علاقة بين النجوم، في علاقة بين أهل السماء. هناك طبعا عوالم في أهل السماء، وهناك نبي سيدنا إدريس يسكن في السماء الخامسة، وسيدنا موسى في السماء الثالثة، والسماء طبعا 7 سماوات، والأراضين 7 أراضين. لكن هنا نحن نتحدث عن جن الذي يسكن السماء، نتحدث عن الزهري الذي لديه مهمة وطاقة روحانية من السماء. تمام؟ هو أيضا زي ما احنا قلنا هو محارب معه طاقة نار قادرة على حرق العوارض الشيطانية. تمام؟ وأيضا يمتلك طاقة نارية، هو محارب معه طاقة نارية يقوم بحرب الجن. إذا معه ملك سليمان. من الذي له سلطة على الجن؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا سليمان عليه السلام. فهنا لم يمتلك طاقة مشتركة من نبيين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا سليمان عليه السلام. هو أيضا زهري الروح. الزهر الذي يسكن السماء هو زهري الروح، زهري هوائي، دائما ما يكون معه الجن الطيار بأنواعه، سواء كان تنانين أو خيول مجنحة أو نسور. تمام؟ هو أيضا يمتلك طاقة قوية جدا من زهرية العين، لديه قوة كشف ولديه قوة بصيرة، ويمتلك طاقات نورانية قوية جدا. معه روحانيات من سورة النجم، معه روحانيات أيضا احنا قلنا معه روحانيات أيضا هو جن، هو زهري، معه طاقة نارية، معه آيات النار في القرآن الكريم، ومعه آيات الحرق والعذاب، ومعه سورة النجم، ومعه سورة الإسراء. سورة الإسراء فيها طاقة نارية حارقة. تمام؟ وأيضا هذا الزهري هو زهري محارب مخصص لنوع من أنواع الجن الخطير. يعتبر معظم أسحار هذا الجن خفية، أو إذا كانت حسد ناري فهو يدخل الجسد بدون أي استدعاء، يعني هو الجن الحاسد يدخل بدون استدعاء. غير طبعا الجن خادم أي سحر، لابد من وجود مادة للسحر، وجود خدام للسحر، وجود عهد في محاكم الجن للسحر. هنا الجن الحاسد يدخل الجسد بدون أي عهود، يدخل الجسد لأنه حاسد أو تم إطلاقه من زهري حاسد. يعني الجن الحاسد إما أن يكون هو نفسه حاسد الزهري على الطاقة النورانية الخاصة به، أو أنه مرسل من إنسان زهري حاسد، وهذا خطير. العين تدخل الجمل القدر، وتدخل الرجل القبر، فهي معروفة ان الحرب. فهنا ايضا هتلاقي مع هذا الزهري روحانيات سورة الفلق. سورة الفلق الله
هي من الروحانيات النارية السمائية، الطيارة، الجن الطيار السريع. تمام. أيضا زي ما احنا قلنا هي لدى هذا الزهري لديه أيضا قوة، زي ما احنا قلنا هو زهري هوائي، زهري من جنود الرحمن إن شاء الله بأمر الله عز وجل. هو يحارب الجن اليهودي، يحارب الجن الحاسد، ويحارب أيضا الجن الماسوني في مقام الأول، يحارب الجن الذي يسترق السمع، يحارب الجن الخاص بالتاروت، يحارب الجن الذي يتحدث عن الأبراج، يحارب الجن الذين يتحدثون عن الأبراج كذب المنجمون ولو صدقوا، في رواية أخرى ولو صدفوا. الأبراج هي مواقع يتم استراق السمع من خلالها، هي مواقع يتم استراق السمع من خلالها عن طريق الشياطين الإنس وعن طريق شياطين الجن الذين يقومون باستعمال، قد يستعملون أجساد أثرية خاصة بالزهري دون علمه واستخدامها، أو وضع نسخ أثرية من ذلك الزهري ليتم الاستطلاع بها واستراق السمع. يعني ممكن تتفاجئ أنت أن يكون لك نسخة أثرية موجودة في السماء، تتعرف عليها في أحد الأحلام، تجد فيها أنك تقوم بسرقة معلومات أو سرقة أشياء خاصة بالملكوت السماوات والأرض وغير ذلك. هم قد يستخدمون هنا هذا الأمر هو أسحار خفية ونسخ قد لا يعرف الزهري عنها شيء، وأجساد أثرية مستخدمة. يعني قد يتم استخدام جسدك النجمي دون أن تدرك. إذا كان لديك طبعا أول شيء يتم فعله هو طمس مناماتك، طمس مناماتك حتى لا ترى، أو مسح الحلم بعد الخروج منه. ممكن بعض الناس يخرج يعني يطلع من الحلم مش فاكر غير ان هو كان في السماء، فاكر اي تفاصيل، بيستخدموه ليأخذ بعض اللؤلؤ وبعض الاشياء الخاصه بالطاقات النورانيه. قد يتم سرقه طاقته، قد يتم استخدامه لاستراق السمع، قد يتم استخدام نسخه اثريه منه، قد يتم استخدام جسده الاثيري، قد يتم طمسه. تمام. طيب كل هذه الامور يتم استخدام فيها الزهري النوراني اذا كان بدون علمه. تمام. طيب هنا هذه الصورة الكريمة بها طاقات نورانية خاصة. احنا قلنا من هو الزهري الذي يمتلكها؟ زهري الروح، زهري العين، زهري الهوائي، الزهري المحمدي، الزهري النجمي. وضعنا الكثير من النقاط بأمر الله عز وجل. طيب ايه هي الأشياء التي يتم إنتاجها من قراءة سورة البروج؟ هنا الذي يقرأ سورة البروج لها ميعاد طاقي. كل السور القرآنية الخاصة بك التي تأتي إليك في المنام لها ترتيبا خاصا. سورة البروج تتميز إن الزهري فيها بيكون قادر على حرق، عنده نسبة أو عنده قدرة على الهجوم على العوارض الشيطانية، لديه قدرة على حرق الجن. يكون هو وصل لمرحلة شبه منتصف المرحلة بتاعته قبل تمام تفعيل الزهرية. يعني إنسان أصبح يهاجم، أصبح يدرك الحرب، أصبح ينتج طاقة نارية ولو كانت ضعيفة في أول الأمر، ولكن هو أصبح منتج للطاقة. سورة البروج سورة حارقة شديدة جدا. تمام. هذه السورة المباركة فيها طاقة نارية قوية جدا. تمام. هذه السورة أيضا بها طاقة علم لدنية، طاقة علم لدني، قد يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى بعلم لدني خاص بالزهرية، خاص بعلوم آل البيت، خاص بعلوم المقامات والأولياء، خاص اللي هو مهم العلوم الروحانية والعلوم اللادنية الخاصة باللوح المحفوظ. يعني هذا الزهري لديه قوة وطاقة واتصال باللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ المكتوب فيه أقدارك، الأقدار مكتوب فيه الأحداث، مكتوب فيه الطاقات، مكتوب فيه العلوم، مكتوب فيه كل شيء عن هذه الدنيا. الكتاب المكتوب فيه كل شيء. هذا الكتاب مكانه تحت عرش الرحمن، فوجوده معناها انك يعني في رحلة الاسقاط النجمي الخاصة بك انك بتذهب الى الجنة بهذا الجسد. طيب في هناك بوابة أثرية خاصة بالدخول الى الجنة يمتلكها الانسان الزهري الذي يمتلك روحانيات الحجر الأسعد الذي تحدث النبي عنه، وبوابة أثرية للدخول إلى الجنة. يمتلكها أيضا بعض الزهريين الذين يمتلكون طاقة الحرب، وطاقة الحرق بإذن من الله عز وجل. تمام. فهي من ضمن المقومات الربانية القوية. هنا يبقى ليها علاقة باللوح المحفوظ، لذلك يتم استخدامه في استراق السمع، لذلك يتم عمل عليه خدع كثيرة من استجلابه عن طريق هتلاقيه نفسه بيميل لقراءة الأبراج، بيميل ويحب التاروت لأنه هو عنده قدرة على التنبؤ، وقوة التنبؤ عنده بتخليه مستثارة أو يتم تنشيطها، فبيكون عايز يعرف الخبايا. هو زهري لديه معه هدى سليمان، لديه قدرة على البحث، التنقيب عن المعلومات، هو كشاف للمعلومات، لديه قوة وهو زهري العقل أيضا، لديه قوة واستنتاج ومنطق وعلم واستدراك للأمور وشرح وتفصيل وغير ذلك. لذلك يتم استجلابك إما بالأبراج إما بالتاروت، والتاروت طبعا بيأكل العقول، بيسحب الطاقة بتاعة الإنسان، ممكن يصل الإنسان إلى الجنون أو الخبل. فهو تحذير للزهر النجمي يتم اصطياده من هذه الأمور. الزهر النجمي معه روحانيات سورة البروج، ومعه روحانيات سورة الإسراء، ومعه روحانيات سورة النجم. يتم استراقه بين الأبواب الخاصة بالعقل. كل فكرة أنت بيتم إنشائها في داخلك هي فكرة عبارة عن بوابة روحانية للسبح.
عبارة عن بوابة. وعندما تقرأ القرآن الكريم أنت تذهب بروحك الأثيرية في سفر عبر الزمان، سواء في سورة الكهف، في سورة القصص مع سيدنا موسى. عندما تقرأ السور الأولى التي تتحدث عن رحلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تبحث وتسبح وتعلم وتتعلم وتجمع معلومات كثيرة. القرآن الكريم عبارة عن به كثير من البوابات الأثيرية وبه كثير من العوالم الأخرى تستكشفها. كلما زاد قربك بالقرآن الكريم، كلما زاد تعلقك بالقرآن الكريم، كلما زاد حبك بالقرآن الكريم، كلما زاد الفيض والنور والعطاء من الله عز وجل. تمام. يبقى طاقة علم لدنية، طاقة تنبؤ له علاقة باللوح المحفوظ زي ما احنا قلنا، وأيضا تنشط طاقة السفر عبر الزمان وتنشط الأحلام. الزهري اللي معاه روحانيات سورة البروج زهري سريع قوي ومنجز ولديه رحلات إسقاط نجم كثيرة يوميا. ممكن في اليوم الواحد يذهب أكثر من مكان في عدد من يعني ممكن واحد يصحى من النوم عنده عدد من الأحلام الخاصة بالسبح، لأنه هو زهري نشط، زهري الروح، زهري هوائي، فزهري نشط، لديه رحلات إسقاط نجمي كثيرة، لديه قوة للسبح، لديه طبعا قوة واطلاع على اللوح المحفوظ على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه. التنبؤ بأمور الغيب، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكم بين يديه ومن خلفه رصدا. القرآن الكريم يتحدث عن الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى ببعض أمور الغيب، في غيب نسبي وفي غيب غير نسبي. الغيب النسبي هو مؤقت محجوب عنك بعض الوقت، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه لاولياء. يعني مثلا تكون انت موجود في مراحل عمريه معينه وينبئك الله سبحانه وتعالى ببعض الامور الخاصه بك في المستقبل. إذا نبأك الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور وتحققت، اعلم أنك لديك طاقة التنبؤ، اعلم أنك زهري نجمي، اعلم أنك زهري محمدي، اعلم أن معك روحانيات سورة البروج. يعني هي هتبدأ بالتنبؤ ليك قبل أن تتنبأ أنت لمن حولك، يكون عندك قدرة على تنشيط هذه الطاقة النورانية الخاصة بك. تمام. هذه الطاقة وهي طاقة التنبؤ بأمر الله عز وجل. أيضا معه روحانيات اسم الله العزيز، يجعل الله سبحانه وتعالى عزيز في قومهم، عزيز في أهله. طبعا قصاد هذا يعني اللي معاه روحانيات اسم الله العزيز يحارب بإيه؟ يحارب بتشويه السمعة. تمام. يحارب بأسحار النبذ والكره والنفور، يحارب بأسحار التفريق بينه وبين أي هدف هو عايزه. هذه 3 أسحار دول يخدمهم جن يهودي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. تمام. فهنا تحارب بهذه الأمور، لأن أنت لما تحارب بهذه الأمور هي علامة، يعني عارف أنت مرضك عبارة عن غلق لأبواب الخير اللي موجودة فيك. المرض الروحاني اللي فيك غلق الابواب الخير. لما يكون انت عندك عزه، عارف يعني ايه؟ يعني تكون انت انسان ياتيك الله سبحانه وتعالى الكثير من الامور والطاقات والنور والامور، فتحارب بتشويه السمعه حتى لا يتبعك احد، حتى لا تكون عزيزا بمعنى اصح. تحارب باسحار النفور والكره، يكرهك الناس، يتم التسلط عليك من القران، يرحمك. تحارب باسحار التفريق، تفرق. اسحار التفريق ليس تفريق بين المرء وزوجه فقط، لا، ممكن الانسان يتفرق بينه وبين اولاده، يتفرق بينه وبين زوجه، يتفرق بينه وبين عمله، يتفرق بينه وبين طموحه، يتفرق بينه وبين مصحفه اللي بيقرا فيه، يتفرق بينه وبين العلم، لان العلم احد البوابات السبح. يعني الانسان لما يكون متعلم بتفتح له المجالات، بيتم بقى استواء. طبعا العلوم متنوعه وكثيره، في ناس تستقطبها علوم النفس. يعني انا في بدايه الامر استقطبني علم النفس واستقطبني القران الكريم، كنت يعني افهم علم النفس وايضا استقطبني علم الفراسه. كل هذه من قبل ان اعرف انني زهريه، فاستقطبتني بعض الامور، فاصبح علم النفس وعلم الفراسه بوابه للعلوم الروحانيه الخاصه اللي تم من بها أيضا روحانيات اسم الله الحميد، روحانيات الحمد والثناء التي تثبت النعمة وتحميها من الحسد. فهذه الطاقة النورانية، هذه الصورة النورانية بها طاقة ضد الحسد الذي يخدم سورة البروج، اللي معاه روحانيات سورة البروج مع روحانيات سورة الفلق. تمام. هذه الصورة بها آيات للحرق والعذاب، عذاب الجن الطيار اللي هو بيصعب السيطرة عليه. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هنا يحبس الجن الطيار بقوة الله في الجسد. عندما نقوم نحن بالدخول إلى الجسد لا يستطيع الفرار. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية تستطيع تجميد الجن في مكان، ويحارب أيضا هذا الجن بقوة التجميد. هي طاقة أيضا موجودة لدى الزهري المحارب، وهي طاقة أيضا وهي عذاب موجود في جهنم، عذاب بالبرد، يعني لا يذوقون فيها بردا ولا زمهريرا. تمام. طيب هنا ايضا بهذه الصوره بها طاقه السمع. ليه احنا وقت نقول لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب.
دول مين؟ الشياطين الذين يفسدون في الأرض. تمام. طب هناك بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بالسمع، يعني في بعض الناس هتلاقيها في حرب فضائية مع الجن، في بعض الناس من الزهريين يأتيهم الله سبحانه وتعالى بعلوم اللدنية، في بعض الناس يأتيهم ببعض الأخبار، في بعض الناس يأتيهم بأحداث آخر الزمان، في بعض الناس يأتيهم بكذا وكذا وكذا، هي علوم شتى. فهنا أنت عندك سمع روحي. الذين يسترقون السمع هم اللي يخالفون أمر الله، أما الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أو فتح الله لهم السمع أن يسمعوا ويروا ويتحدثوا لينبئوا ويصبحوا أصحاب رسالة خاصة يعلمون الناس أمور كثيرة لم يكونوا يعلموها. في طبعا العلم، وعلم آدم الأسماء كلها، العلوم كلها كانت موجودة في ذاكرة آدم عليه السلام، ولكن بتأتي عبر الزمان متدرجة، في كل عصر تظهر علومه الخاصة به الذي تخدمه. يعني أنت موجود مثلا في عصر التكنولوجيا، موجود في عصر العلوم الروحانية والتقدم، غير ذلك من هذه الأمور. هذه الأمور من 300 سنة لم تكن موجودة، ولو تحدثوا عنها لم يتم استيعابها. مع تطور العقل البشري من خلال السلالات تطورت العلوم. يعني أنت هنا عمرك، عقلك البشري لم يكون مثلا انت لو عندك 30 سنه يبقى عمر العقل البشري بتاعك 30 سنه، لا، انت جاي من سلاله من الاجداد عمرهم مثلا 5000 سنه، يبقى انت هنا عمرك العقلي ناتج عن 5000 سنه تطور. في ايوه حضارات طمست وفي اشياء ولكن مجرد وجود هذه الحضارات او الاشاره اليها بيتم تنشيط مناطق في الذاكره خاصه بيك. لذلك يتعمد المسيح الدجال واعوانه بحذف الحضارات الخاصة بالرسل، لأنها كانت مزدهرة وتمشي بعلوم اللادنية وعلى الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يأخذ بعض العلوم من الكتب السماوية ويقوم بوضعها في سياقه هو عشان يخدم ملكه الزائل، ليتم إقناع البشر من حوله أنه إله، فيقتنع به كثير من الأمور، لكن هو أصلا سارق العلوم التي أنزلت في الكتب السماوية وقام بطمس الحقيقة. لو أنت يعني بحثت في العلوم أو الحضارة المصرية هتلاقي يعني سيدنا يوسف سبحان الله وسيدنا موسى لم تجد نقشا تم اكتشافه خاص بسيدنا يوسف أو خاص بسيدنا موسى أو خاص بطبعا العلوم التي أوتيت لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون كان معاه علوم من اللوح المحفوظ لتحويل التراب إلى ذهب، هو علم من الله بعد السنين من العبادة والاسترقاء إلى أن فتنه إبليس نفسه، وقارون كان زهري. فهذه الأمور بتفتح لأبواب، يعني أنت مش كل الناس هتتعلم لا، بوابات العلم الروحانية وبوابات العلوم اللادنية لا تفتح إلا للناس اللي من سلالة الأنبياء من خلال الشجرة النورانية، هم أهل لله في الأرض، وهم أماكن النور وبثها، هم الأجهزة النورانية التي يتم بث النور الله من خلالها. تمام. فهي سلالات بهذا بأمر الله عز وجل. يبقى انت هنا عندك طاقة سمع روحي. يعني ايه؟ الله سبحانه وتعالى هو من يسمعك، كنت انا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. في هذه الصورة انت عندما تحرق الجن الكافر، تحرق الجن اليهودي اقصد، هنا الصورة دي بالمناسبة مخصصة للجن الحاسد، الجن اليهودي، وايضا الأسحار المخفية. ونتحدث طبعا عن الأسحار التي يتم حرب الزهري الذي يخدم صورة البروج موجودة هنا. هذه الأسحار التي يتم سحرك بها هي خدامها يتم حرقهم بصورة البروج. تمام. طيب احنا قلنا هذه الصورة بها روحانيات قوية وكبيرة وسريعة، بمعنى أصح لما يكون أنت معاك صورة البروج هيكون معاك عدد من روحانيات كبير، قد يصل الأمر إلى يكون موجود معاك عدد من الجيوش، منها خيول مجنحة وتنانين ونسور وغير ذلك. تمام. قد يكون معك أيضا هدهد سليمان، اتكلمت عن قبل ذلك الزهري هدهد سليمان. تمام. جمع الأخبار وغير ذلك. هنا في طاقة علم لدنية تكون موجودة مع زهري الاستنطاق، وهناك طاقة حرب نارية، آيات حرب وآيات عذاب، وهناك طاقات إرشادية، وهناك طاقات لمنابع العلوم النمائية مثل اسم الله العزيز، اسم الله الحميد في روحانية الحمد والثناء. هنا الزهري الذي يمتلك سورة البروج معه روحانيات من الحمد والثناء. هذا الزهري لديه روحانيات زي ما احنا قلنا عدد كبير وكثير وسريع، سريعة جدا وحارقة وفيها نار كبيرة، يعني هذا بأمر الله عز وجل وسلطان. هذه الصورة المباركة بها طاقة حرق للجن الزواحف، أيضا هذا بها طاقة حرق لجن الطيار. طبعا التنانين من الجن الزواحف ومن الجن الطيار، فهنا هذا النوع من التنانين يتم حرقه بصورة البروج. طيب الزهر الذي يمتلك تنانين من صورة البروج قد يكون لديه جسد أسير على شكل تنين، يتم محاربة هذا الزهري بالحبس الأسيري،
يحبس هذا الإنسان الزهري ليتم. طبعا نحن قلنا أن هذا الزهري هو زهري الروح، زهري هوائي، زهري سريع، زهري ناري، لديه طاقة علم لدنية، وقد يكون لديه حرب ومعه طبعا روحانيات مجنحة وغير ذلك، فيحارب بالحبس الأسيري. ليه؟ لأنه عنده رحلات إسقاط نجم كثيرة، وعنده رحلات للسبح الروحي كبيرة، وغير ذلك من هذه الأمور. وأيضا يحارب هذا الزهر، لأن احنا قلنا ده زهري العقل، يحارب طبعا هذا الزهري بأسحار الجنون، ويحارب هذا الزهري أيضا بالحسد. يعني هذا الزهري يحسد بطريقة رهيبة، حتى لو كان يعني إذا كان لم يمتلك أي شيء يحسد، مجرد نظر في وجهه أو نظر إلى عينه يحسد. لذلك أيضا هذا الزهري لأنه يمتلك يعني طاقة حرب أو حرق نارية قوية، تحاول الشياطين أن تجعل منه حاسد، لأن الحسد عنده ممكن يقتل من يحسده. يعني هو إذا كان يفتن عن طريق أن يجعله ساحرا أو يجعله حاسدا، فحسد هذا الزهري قوي جدا. لذلك عليك بقراءة سورة الفلق، حتى إذا كنت يعني تعاني من طاقة الحسد الذي تمتلكها، عليك بقراءة سورة الفلق 7 مرات لإطفاء نار الحسد التي بداخلك، لأن نار الحسد لا تحرق إلا من كان يحسد. أسنان في النار الحاسد والحاقد. هذا الزهر أيضا يحارب بأسحار القمر، الأسحار القمرية، الأسحار النجمية، السحر الذي يفعل في أول الشهر القمري أو أول الشهر العربي، يتم سحر هذا الإنسان الزهري ليتم حجبه وطفء أو إطفاء نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أيضا هذا الزهري يحارب بأسحار التفريق عن كل شيء، عن كل شيء يريده، عن كل هدف يريده. هذا الزهر أيضا يمتلك طاقة جذب الأهداف. وهذا الزهري يحارب أيضا بأسحار الجنون، لأنه زهري العقل، ويحارب بطمس المنامات. هذا الزهري يحارب بأسحار الموت. وإلى هنا قد أكون قد وصلت إلى نهاية تلك الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه.